جربوا هاد اللازانيا وغتندموا على كل ريال كنتو حطيتوه وانتم كتاكلوا اللازانيا على برا. في هاد المقله متعدده التخصصات درت هنايا بصله محكوكه، 2 دروس ديال الثومه، الملحه والبزار وزيت العود. انا خلي هادشي يتشحر في قلبوطه. ملي كطيح البصله كنضيف هنايا 4 ديال المطيشات محكوكين، واحد خيز زويه محكوكه رقيق، وزدت هنايا لاصوص طوماط، ومن بعد غادي نضيف التوابل. عندي هنايا شويه ديال السكينجبير والكركم، شويه هادشي اللي بقى عندي، وعندي هنايا الثوم بودره هذه سميتها التحميره، وريقات ديال الرند وشويه ديال الزعتر، ولا مكونسيمات اخرى زيديهم. ملي كطيب ليا لاصوص اولا ملي كتبدا تبربر ولا تبقبق كنزيد هنايا كفيته وكنخليها طيب على خطرها. بالنسبه لاصوص بيشاميل الطريقه التقليديه العاديه، الزبده كتذوب، من بعد غادي ندير 2 معالق كبار ديال الطحين الدقيق البيض، من بعد غادي نضيف هنايا نص لتر ديال الحليب مع التحريك المستمر طبعا بالفوي باش ما يبقاش ليا هذاك الدقيق مكركب. غادي نستمر هكا في التحريك فوق نار متوسطه. ملي كتبدا لاصوص كتقال كتبدا تبقبق بحال هكا صافي كنطفي ليها. دابا غادي نضيف شويه ديال الملحه والبزار باش نبنن شويه هاد لاصوص. الا عندك الكوزه من الاحسن حكي فيها واحد شويه كيعطيها واحد المذاق زوين. انا متوفرش عندي الكوزه حاليا. المكونات ديال اللي غنحتاجها هما كلهم كاينين. عندي هنايا لاصوص طوماط مع عندي الكفته ولاصوص طوماط، عندي هنايا الموتزاريلا محكوكه، وعندي هنايا البيشاميل، وهادو اللازانيا. دابا غنبدا نمونطي في المول ديالي. لتحت في المول درت هادي لاصوص بيشاميل مع شويه ديال الكفته ومطيشه، ودابا غادي نستف اللازانيا. هذا الفران كيسخن. درت دابا الطبقه ديال الكفته ولا صوص طوماط مع الموتزاريلا ومع البيشاميل ورشه ديال الموتزاريلا من الفوق. غنكمل بنفس الطريقه عاوتاني. غادي ندير هاد اللعيبات وغادي ندير عاوتاني فوقهم مطيشه وهذا لاصوص اللي قاديت ديال الكفته، وفوقها عاوتاني البيشاميل ورشه ديال هذا الموتزاريلا حتى غنكمل. وغادي ندير الطبق ديالي في الفران. ها هو الطبق تاعنا غادي ندخلوه الفران. برافو عليك. اذا الطبق ديالنا هو هذا، غندخلو دابا للفران. درت ليه من الفوق واحد الرشيشه ديال الزعتر وغادي ندخلوه يطيب ديال الموتزاريلا. هي موتزاريلا راه كاينه الفوق.